هلو بنات، كيف حالكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بفلوق جديد. اليوم الفلوق برا البيت وجوا البيت. كان عندي موعد عند دكتور الأسنان، رحت خلصته ورجعت فورا على البيت لأعمل تنظيفات الشتوية. أول شي بديته هو تنظيف السجادة البيضة، صلي زمان كتير ما عملتها وكتير كان فيها بقع مستعصية، وهاي الماكينة بتساعدني كتير لنظف السجادة، وأنا هذا الشي ما بعمله إلا بالشهر أو بالشهرين مرة. أول شي عملته جبت بخاخ لإزالة البقع، بخيت مكان كل بقعة، بعدين جبت الماكينة عبيتها بالمعطر وبمزيل البقع الخاص فيها، وبلشت ساوي السجادة كاملا. السجاد الأبيض بيعطي جمالية للبيت غير شكل، بس بده اهتمام ومجهود كبير. أول فترة كنت كتير عاني من هالقصة، بس بعدين بعد ما جبت هاي الماكينة لتنظيف السجاد سهلت عندي الأمور كتير الحمد لله، وصار ما ياخد عندي وقت. يعني تقريبا فرك السجادة كاملا أخذ معي نص ساعة. هاي الماكينة بتضخ مي وبتشفط بنفس الوقت. قبل ما أجيبها للماكينة كنت أعمل خلطة بتجنن كمان بتنظف السجاد، بس كان بدها كتير فرك بالماشة بالسفنجة. كنت أخلط دواء غسيل مع خل مع بيكربونات، وكان يعطي بياض ناصع للسجادة، بس كان بدها كتير مجهود، لأن كنت مثل السفنجة أمسكها وأفرك بالسجادة. كانوا أصابعي كتير يوجعوني، بس كانت تعطي نتيجة حلوة كتير. صبايا، هاي المكنسة كنت أشتغل فيها كتير ظريفة، عن جد رهيبة. شوفوا السجادة عندي ما بقي عندي بقع نهائي. هلا بنستناها لتنشف. شايفين كمية الأوساخ اللي طلعت من السجادة؟ رهيبة. هون بتحط المي النظيفة وهون بتسحب المي الوسخة. عن جد بنصح كل صبية عندها سجادة بيضة أو عفش أبيض فيها. وهلأ انتقلنا للخطوة الثانية اللي لازم نعملها كل سنة. في عنا هذا الرول بنجيبه من الأكشن، سعره كتير بسيط، ما بذكر بالضبط قديه سعره. منقص على قد الحيط ومنحط ورا كل هايتسون للتدفئة، منحط شقفة منه مشان يعطينا العزل ويعطي دفء أقوى. كتير ظريف. هون جوزي ركبون الله يعطيه العافية. وهون بلشت بمسح الغبرة، مسحت اللوحات، مسحت الخزن. غبرة ألمانيا كتير كتيرة، لو انتي ما بتفتح الشبابيك ما بعرف من وين بتيجي الغبرة. يعني ما خليت شي ما مسحته. يعني عملت تعزيلة مرتبة للبيت. أنا بصراحة ما بفضل كل يوم ساوي البيت بسبب دوامي. برجع من الدوام تقريبا على 3:30 4، يا دوب جهز طبخة سريعة، أعمل ترتيبات بسيطة للبيت، وحط الغدا وشيل الغدا وإجلي الجليات وإفتح كتبي لأدرس، بيكون خلص النهار. الحياة بالغربة كتير صعبة وكلها ركض، دراسة ومواعيد بيت. الحمد لله على كل شي. بعد ما خلصت تنظيف غرفة القعدة جبت مكنسة التنكو. ايدي اليمين مكنسة التنكو، من دون ما بقدر امسح البيت ابدا ابدا ابدا. ما بعرف شلون كنت عايشة من دونها قبل ما اجيبها للمكنسة.
وهون بعد انتقلت فوراً على الكريدور، بلشت بتنظيف خزانة الكنادر، والدنيا عتمت لأن أخروا الساعة عنا وصارت تعتم الدنيا على بكير، يعني الليل طويل والنهار قصير. أنا وعم بشتغل كنت حاسة إنه الساعة 12 بالليل، بس هي كانت الساعة 5. وهون انتقلت فوراً على المطبخ. عندي شباك المطبخ صار لي فترة كتير منيحة عم أجل تنظيفه، هو أصلاً ما حاستفاد شي من تنظيفه، كل ما بنظفه بترجع الدنيا بتمطر، بيرجع بغبش الشباك، بس يعني صار عليه كتير تراكمات. نظفته ومسحت الحفة اللي بحط عليها الزرايع. وحطيت كل شي جلي بالجلاية، ويلي ما وسعوا بالجلاية جليتهم على إيدي. هون تقريبا كنت مخلصة كل شغل البيت وما بقي علي شي غير هالجليات. وبعد الجلي بدي جهز الغدا. لما أكون معطلة وما عندي دوام هيك بيكون نهاري حافل بالتنظيفات وبالطبخ. أنا بحب قبل ما بلش بالطبخ يكون المطبخ نظيف وما يكون فيه جلي لنستقبل جلي جديد. وبس خلصت تنظيف وشغل كنت هون مجهزة مكوناتي لبلش بوصفتنا لليوم، يلي هي دجاج بالكيس الحراري، الدجاج السوري. هون أنا غاسلة الدجاج وناقعته بالملح والخل والليمون، ومجهزة كل شي رح نحتاج لوصفتنا، يلي هي معلقة دبس مندورة، معلقة دبس فليفلة، معلقة لبن، حبة ليمون مقطعة بهذا الشكل، و4 أسنان توم. وعندي البهارات: توم بودرة، فلفل أسود، بابريكا، هيل ناعم، بهار بصل، كزبرة ناشفة، زنجبيل، كركم، وكاري. وطبعاً ما مننسى الملح وكاسة مي. وأنا هون مجهزة الجزر والبطاطا مشان حطهم مع الدجاج. ويلا نطبق. حطيت كل المكونات يلي ذكرتها بالخلاط، بالإضافة للثوم والليمون بقشرة وكاسة المي والملح ومعلقة خل وتقريباً 4-5 معالق زيت، وضربتهم على الخلاط كتير منيح. وبعد ما صفيت الدجاج من المي حدير عليه الصوص يلي عملناه ونتركهم ينتقعوا تقريباً 4 ساعات، وإذا كان قبل بنهار بيكون لسه أفضل. وبعدين حطيت الدجاج والجزر والبطاطا بالكيس الحراري وحطيتهم بالفرن تقريباً 1.5 ساعة، وهيك وصفتنا وطبختنا اللذيذة صارت جاهزة. بنصحكم تجربوها، كتير طيبة وكتير رح تعجبكم. وإذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وبشوفكن إن شاء الله بالفيديو القادم.